كثير دور اللين والله حلوة يعني. حلوة. تخيل انك تعلق تمسك هذه كذا وتقعد كرتون. انت تقول ان المشي في الطبيعة يحسن الحالة المزاجية، يحسن الاخلاق، كل شيء. والحالة الحالة المزاجية والحالة المناعية والحالة النفسية والحالة والله العظيم نراه هذا في انفسنا، نراه في انفسنا. تقول انه يعالج 50% من السرطان؟ تنشط الخلايا القاتلة للسرطان بنسبة 50%. لا غرابة أن تشعر بالأثر النفسي والأثر تمشي مع الشجر هذا، تمشي مع أبو فيصل، أكيد الشيء عز الله. ترفع معنويتك. الكلام هذا صد. العلاقات الاجتماعية إيه؟ تعزز المناعة والصحة كذلك الحال. فإذا اجتمعت علاقات اجتماعية طيبة وطبيعة ونقاوة هواء، والله شيء يعني صراحة وإيمانيات. النفسية. ولا انتشرت الامراض الا في عصرنا الحالي. اي والله. الجدران. أيوة. الجدران والجلسة عند التلفزيون والقنوات حتى الفضائية السرطان ما كان والله. موجود بالشكل هذا. أي الاولين ما تسمع شيء. لا والله. غير أنها وجدت أسبابها. دكتور ذكرت أنا هي مساوية ولا لا الطبيبة هذه؟ السويسرية. السويسرية عطنا علمها ما دام كان. هذه الدكتورة والباحثة أنتيا جوترت أعلنت نتائج بحث لها قبل 10 أيام بتلفزيون الصحة السويسري. انه اكتشفوا ان مرضى السرطان الذين يمشون في الطبيعة تنشط عندهم الخلايا القاتلة للسرطان بنسبة 50%. تخيل، فقط المشي في الطبيعة، هذا اللي يسمونه النقاهة، دون الأمور الثانية. فهذه مما يعين الجسد بإذن الله تعالى على دفع الأمراض النفسية والعضوية وغيرها بإذن الله. ذكر لي وتقوية الإيمان بالله، والله وتقوية الإيمان بالله قوي للاكتئاب، لكل شيء، لكل شيء، النقاهة. والله دواء لكل داء الطبيعة. أبو وايل أنا أذكر في واحد يقولون أنه وصل مرحلة في السرطان أنه تفشى، وقالوا آخر حل خلنا نظهر به للبر وعندهم خلفات أبكار ونسقيه من أبوالها وألبانها كما جاء في الحديث. يقولون بعد 3 شهور الرجل استطب وصح وأموره كلها تمام. ما هو فقط، أنا في ظني أنه ما هو فقط الشراب هذا، الجانب هذا معي هذا أكيد أنه فيه خير كثير، لكن نفسيته نعم. انه طلع للبر وللنفاه ويتامل في النجوم في الكواكب في الليل، يتامل. هذه راحه نفسيه، ينفصل عن هم المرض، ينفصل عن المناعه. نكمل بس احنا نمشي. يا رب على البر والمكشاة تالي يصير، والطبيعة تشوق اللي يشوفونها، والنسان السلا هبت بفرح العبير، خلت أفكارنا تفصح